الموهوب ولا الشاطر؟ ناس كتير تقول لك الموهبة دي حاجة جفتد من عند ربنا، بني آدم نزل بالموهبة ديت، اتزرعت فيه، اتخلق بيها، اتفطر عليها. هو أحسن ولا الشاطر أحسن؟ طب هو ايه الفرق بين الموهوب والشاطر أصلا؟ الموهوب هو البني آدم اللي بيعرف يعمل حاجة معينة بشكل أحسن من كل الناس اللي حواليه، باستخدام أبسط طاقته، أقل إمكانياته. هي حاجة موجودة فيه، لعب بقى كرة وهو صغير فبقى شاطر، فقصدي بقت عنده نمى الموهبة ديت. بيعرف يتكلم، فهي دي موهبته. كل واحد وليه موهبة، كل واحد وليه موهبة بيعرف يأديها بشكل واعي وغير واعي كويس جدا، هي دي الموهبة. طب الشطارة هي المهارة، ان انت تعمل اعادة تكرار فعل الشيء كذا مرة لدرجة ان انت بتعمله لوحدك من غير ما تفكر فيه. زي مثلا البيانيست كده، عمر خيرت، هو ممكن وهو نايم تلاقي صوابعه بتلعب. ليه؟ من كتر ما لعبها. ده مش معناه ان هو شاطر مش موهوب، ماشي. هي الفكرة ان انت تقدر تنفذ حاجة بشكل جيد جدا بأقل كمية وعي منك، فانت بتبقى عندك مساحة للإبداع رهيبة جدا. دي بتيجي من امتى؟ من تكرار فعل الشيء كذا مرة، فتلاقي نفسك ماهر فيه، بقت عندك سكيلز عالية. التالنتد او الموهوب ده هو نازل كده، هو الباشا لما حطوا قدامه البيانو صوابعه لعبت من غير ما حد يعلمه، ودانه مع صوابعه جابت المزيكا وجابت النغمة. قال لك الواد ده عنده موهبة. فالموهبة ولا الشطارة او المهارة؟ الموهبة عايز امثلها لكم بالشكل ده: احسن الوحشين واوحش الحلوين او الكويسين. يعني ايه يا عم احمد الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الله يرضى عليك. بص يا باشا، البني ادم الشاطر هو قاعد بينمي في مهارته، ممكن ما يكونش موهوب، بس تعبه واعادة تكراره لتنفيذ العملية كذا مرة بقت عنده سكيل، بقت عنده مهارة، بقى شاطر. فتلاقيه من الناس الكويسة، من الناس الشاطرة في الحاجة، الناس الحلوة في الحاجة. اما البني ادم الموهوب فهو بيعملها ممكن يكون ما تدربش عليها كويس، فتلاقيه مادام ما تدربش مش من الحلوين، من الوحشين، بس هو احسنهم لان هو عنده موهبة في الحتة دي. فتلاقي الموهوب من غير مهارة ومن غير تدريب هو عبارة عن احسن الوحشين. اما الشاطر هو اوحش الحلوين، الشاطر اللي مش موهوب. فانت تقعد تعلي في نفسك من كتر تكرارك للمهارة، انت كده كده يا باشا من الناس الكويسة، بس مستواك فيهم اللي عنده موهبة وشاطر اعلى منك. طب والباقي اللي بيعرف يشتغل على نفسه ويدرب نفسه اكتر فاكتر. فسواء كنت حضرتك موهوب او مش موهوب، التعلم والتمرين والإعادة تكرار فعل الأشياء كذا مرة يعلي مستواك حتى لو ما عندكش الموهبة دي. ده اللي أنا عايز أقوله في الفيديو هنا، إن التمرين والمهارة هي اللي بتعلينا سواء معانا موهبة أو لأ. ولو جيت قلت لي أنا عاوز أفاضل ما بين اتنين، واحد أحسن الوحشين وواحد أقل الحلوين، أكيد هاخد الحلوين، أكيد الراجل الكويس. حتى لو اللي قدامه ده عنده موهبة بس ستيل هو ما بيتميزش فيها، ان هو دؤوب على ان هو يزود تمريناته، ان هو يقعد يتعلم اكتر. فمن هنا دي رسالتي ليكم النهاردة: اهتم بمهاراتك، اهتم بالسكيلز بتاعتك. سواء عندك موهبة او ما عندكش موهبة، اللي ما بيشتغلش على موهبته بلح ولا ليها لازمة. فالمهارة اهم من الموهبة.
المهارة أهم من الموهبة. ده مش معناه إن الراجل الموهوب ده مش كويس، لا يا باشا، أنت موهوب بس خدت بقى، زودت سكيلز بتاعتك واشتغلت عليها، بقيت بني آدم كويس جدا. أحترمك، أرفع لك القبعة وأقول لك يا باشا موفق جدا، وعلي الرانك بتاعك. لكن موهوب وقاعد بتلعب. أنا موهوب في الكورة بس ما بتمرنش، بقضيها خروجات ومش عارف ايه وبنات وسهر وبتاع، مش هتكمل. لكن اللي بيشتغل على نفسه هو اللي بيكمل، سواء عندك موهبة ولا لا. يبقى اهم حاجة المهارة، وازاي تعلي السكيلز بتاعتك. ودي رسالتي لكل النهارده.